السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم امين يا رب العالمين. صباحكم ويومكم زي الفل. ربنا يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة وبركة وراحة بال يا رب. اللهم امين. ادعوا كتير كتير وادعوا لنفسكم ولولادكم، ودايما كده خلوا لسانكم رطب بذكر الله. يعني طول ما انت واقفه في المطبخ مثلا شغاله بتعملي حاجه، قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني امسكي ذكر معين كده لمده مثلا 10 دقايق وابدأي في غيره. يعني تبقى وقفتك في المطبخ في عز الحر ده، يعني بتاخدي اصلا يعني اجر على تحضيرك الغدا وتنظيفك لبيتك، وان انت مراعيه بيتك وولادك وكده. وكمان زودي على كده بقى انت واقفه اصلا لسانك كمان يعني شغال، بتدعي لنفسك بتدعي لولادك. فربنا يا رب يتقبل مننا جميعا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. آم، النهارده كنت نزلت خرجت مشوار كده على السريع ورجعت يعني، فقلت هبدأ معاكم من تحضير الغدا على طول. كنت جايبه السمك ده وانا راجعه. السمك ده مكرونه سويسي. عايزه اقول لكم من اجمل واحلى الاسماك اللي انتم ممكن يعني تجربوها. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم ان يعني بصوا حاجه كده في منتهى الجمال. طعمه حلو قوي قوي قوي. كمان السمكية نفسها يعني حجمها مش كبير قوي. انا بحب ان انا اجيبه في الحجم ده كده علشان انا بعمله بخلطة معينة هتشوفوها معايا دلوقتي في الفيديو. انا جبت سمك المكرونه ده وبباقي الفلوس بصراحه قلت له اوزن لي بيهم جمبري زي ما يجوا. يعني اصلا ما كانش في بالي ابدا ان انا اجيب يعني جمبري. فالمهم حط لي كده كام واحده. بس عايزه اقول لكم ان يعني احنا ملناش فيه قوي بصراحه. المكرونه احلى منه بكتير جدا. طبعا المكرونه السويسي دي طعم، والمكرونه العاديه اللي هي بتبقى كبيره قوي وموجوده في كل المحلات دي طعم تاني خالص. طبعا المكرونه السويسي دي احلى بكتير قوي. السمكية دي نظيفة قوي، يعني اصلا تلاقي بطنها نظيفة جدا ما فيهاش اي حاجة خالص. يعني بتتنضف معاكي في منتهى السهولة كمان. يعني مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس اللي هو اصلا يعني بطن السمكيه فاضي ما فيهوش حاجه من جوه غير هي بس كده. تحسوها كده يعني حاجة لا تذكر. فبصراحة يعني احنا بنحبه جدا جدا. فلو لقيتوه يعني هاتوه جربوه هيعجبكم قوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده بنضفه بايدي بمنتهى السهولة. يا دوب يا دوب كده بمشي ايدي في بطن السمكية وخلاص السمكية بتكون نطفت ومعايا زي الفل. خلصت تنظيف وكمان قشرت الجمبري لان احنا بنحبه متقشر برضو معمول في خلطة كده كريسبي. فهتشوفوا معايا دلوقتي كل التفاصيل. فطبعا نقعت السمك بقى في ملح ودقيق. وهنا كنت بعصر ليمون. طبعا انتوا عارفين ان السمك يعني لازم يتنقع كويس في ليمون كده ويكون مغسول كويس قوي علشان الزفارة. فانا حاطه كده عندي في برطمان ملح على دقيق، بس طبعا كميه الملح كبيره. وده للسمك يعني بطلع منه بقى كده على غسيل السمك على طول فبيكون معايا سهل. جبت هنا برضو كده ليمونتين وبدأت ان انا ايه اعصرهم. بحب اوي ان انا اعصر الليمون على السكينة كده. بينزل كل ميته يعني بسهولة جدا وبسرعة. بس كده هسيب السمك بقى منقوع شوية على ما اعمل برضو كذا حاجة كده حواليا وارجع تاني اكمل الغدا. قلت برضو وانا واقفة كده اغسل الحاجة اللي انا استعملتها، يعني سكينة اي حاجة موجودة كده اغسلها. وافضي الحوض علشان الحوض يبقى معايا نظيف وزي الفل. علشان طبعا انتوا عارفين الجو حر واحنا مش حمل فرهضة بقى ومش حمل ان احنا ندخل المطبخ نلاقيه بقى مكركب ونقعد يعني ايه وقت طويل فيه. اول باول كده خلصت اللي وراكي واسيب المطبخ نظيف وزي الفل واخرجي. بس دلوقتي بقى كنت قلت هعمل الرز.
هعمل رز ابيض، فحطيت كده شوية زيت على معلقة سمنة، وهبدأ ان انا اجيب الرز. طبعا كنت غسلته كويس قوي، وبعدين هنزل بيه دلوقتي على الزيت والسمنه اللي انا حطيتهم. رز ابيض يعني هتنزلي كده بالرز وتبداي ان انت تشوحي فيه كتير. اهم حاجه علشان الرز يطلع معاكي لونه حلو كمان مفلفل كده مش معجن، لازم يتشوح وقت كافي لحد ما يبقاش فيه اي ميه خالص، ويبدا ان هو الرز اصلا يعني لونه هيغير معاكي. وبعد كده لما بقى تزوديه ميه او شوربه او ايا كان اللي انت هتزودي بيه، فبصراحه طعمه بيكون حلو جدا. عكس تماما ما تستسهلي بقى وتشوحي كده تشويحتين على السريع وتزودي ميه، فده طعم وده طعم بصراحه. فهنا بقى كنت بزوده الميه بتاعته، وهسيبه بقى يغلي. انا بسيب الرز يغلي الاول وبعدين بغطيه، علشان الخطوة دي بصراحة بتخلي الرز مفرفر اكتر وبيبقى جميل قوي. جبت هنا بقى طبق كده، حطيت فيه حوالي كوبايتين مية ساقعة من التلاجة، وحطيت فيها معلقة توم، وحطيت بقى التوابل اللي عندي. فهنا بنتعامل بقى مع السمك والجمبري اكنك بالظبط بالظبط بتعملي استريبس او كده. فحطيت بقى بصل وتوم باودر وكمون وبابريكا وسبع بهارات وفلفل اسمر وملح طبعا. وهبدأ ان انا انزل كده بحوالي كوباية من الدقيق، هبدأ ان انا اقلب كويس قوي. هو السمك بالطريقة دي المراحل بتاعته بتبقى كتيرة، بس بيكون الطعم مرضي جدا. وبصراحة يعني الطريقة دي طعم، والسمك العادي طعم تاني خالص. فكنت هنا عملت الخلطة بقى بتاعتي اللي انا هبدأ ان انا انقع فيها السمك والجمبري. طبعا لو انت عندك السمك اصلا في الفريزر او جايبه السمك بدري شويه، فيفضل ان انت تسيبي السمك في الخلطه دي مثلا حوالي 3 4 ساعات. كل ما اتركن في التتبيله كل ما كان طعمه اجمل بكتير. بس بصراحه انا كان الوقت معايا ضيق، بس بصراحه طلع طعمه في منتهى الجمال، طعمه كان بصراحه تحفه. جيت هنا بقى للدقيق الجاف اللي انا هطلع من اللي هو اللي فيه الخلطة ده، وبعدين هنزل في اللي هو التتبيلة بقى اللي هتدينا بقى طعم وشكل الكريسبي في الاخر. جبت هنا دقيق برضو، حطيت عليه ملح وكمون وسبع بهارات وبابريكا وبصل بودر على توم بودر. طبعا عايزه اقول لكم ان برضو بنعمل نفس الخطوات دي في الاستريبس، او اللي هي الحاجه اللي بنبقى حابينها تكون كريسبي. زي ما انتم شايفين كده، بدأت كده ان انا اطبطب بالراحة كده على السمك وهو في الدقيق، وبعدين اشيله بقى ويعني يعني اهزه في ايدي كده بحيث ان الدقيق نفسه يعمل شكل الكريسبي من بره. بجد عايزاكم تجربوا الطريقة دي، وكمان تجربوا يعني نوع السمك ده. هو دايما بيكون موجود، هو ليه مواسم بس يعني معظم السنة بيكون موجود. كمان سعره نفس سعر السمك التونة والشوكة وكده، مش غالي قوي. بس بصراحة طعمه في حتة تانية خالص. هنا بقى كنت جبت الحلة وحطيت فيها كمية كويسة من الزيت، وهبدأ ان انا اقلي بقى الجمبري الاول. بصراحة انا بحب تحمير الحلة جدا. اولا ما بتهدريش اصلا في الزيت، يعني الحلة بتكون محكمة شوية، فاقل كمية زيت هتحطيها فهتبقى كويسة قوي قوي في الحلة. بعكس ما تكوني مثلا بتقلي في صينية او طاسة كبيرة او كده، فهتحتاجي طبعا ان انت تفضي ازازة زيت علشان يكون الحاجة بتتحمر في زيت غزير. فعايزه اقول لكم جربوا برضو ان انتوا تحمروا في الحله، يعني اي حله عندك كده ما بتستعمليهاش او كده حمري فيها، او حتى لو بتستعمليها وبعد ما تخلصي قليه ابداي ان انت صفي الزيت ده واركنيه، لو هينفع ان هو يستعمل مره اخرى.
وبعدين ابدأي ان انت اغسلي الحلة في نفس الوقت، هتبقى معاكي دايما نظيفة وزي الفل. بصراحة انا بعمل كده، يعني الحلة بمسكها كده اغسلها بعد ما احمر على طول، وخلاص بتكون معايا نظيفة وزي الفل، اصلا ما يبانش ان هي متحمر فيها اصلا. كنت خلصت بقى الجمبري وبدأت ان انا احمر هنا السمك. بصراحة ما خدش معايا وقت، يعني حمرته كده على السريع. هنا دي البرطمانات اللي انا كنت استعملتها في التتبيله. فقلت بقى ايه المعها كده وانضفها بالمره وارجعها مكانها على نظافه. لان بصراحه يعني السمك والفراخ والحاجات دي، وبالذات السمك طبعا والزفاره وكده، فلازم يعني الحاجات دي ينفع، يعني لازم تتغسل غسله كويسه كده بعدها. بس بصراحه هي البرطمانات كان فيها، فقلت بقى لمعهم من بره كده وخلاص. كمان جيت على الرخامة قلت اغسلها بالمرة، علشان طبعا زي ما بقول لكم بقى السمك والفراخ بيحتاجوا ان انتي تنضفي المطبخ بعدهم تنظيفة عميقة كده، علشان يبقى ريحته نظيفة وزي الفل. بس كده خلصت الرخامة. وهنا كان الغدا معايا جاهز ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كنت عملت كمان طبق سلطة محترم كده، وبدأت بقى ان انا ايه هنا غرفت الاكل. كنت عملت رز ابيض بقى معاكم، فعايزة اقول لكم ان كان طعمه حلو قوي قوي قوي. غرفت بقى الاطباق بالشكل ده، والسمك برضو حطيته كده في طبق واحد يعني. والف هنا وشفا. ربنا يا رب يتمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اتغدينا بقى وشربنا الشاي الحمد لله والشكر لله، ودخلت على الغرفة دي كانت محتاجة ان هي تترتب والملاية تتشال وتتنفض تنفيضة كويسة كده. فدخلت طبعا اول حاجة عملتها ان انا يعني نفضت الشباك الاول، وبعدين بقى جيت يعني قلت اشيل ملاية السرير وكده علشان انفضه وافرش ملاية تانية. بس كده جبت ملاية نظيفة، وهبدأ دلوقتي ان انا افرشها. يعني انا نفضت الشباك ولمعت الخشب بتاع السرير والدولاب وفرشت السرير وكنست الارض بالمكنسة، والاوضة كانت معايا زي الفل. وده برضو ميزة ان احنا بنعمل الحاجة يعني اول باول، ما بنراكمش علينا شغل. يعني لو سبت الاوضة مثلا تتبهدل بقى ويبقى فيها بقى حاجات محطوطة هنا وحاجات محطوطة هنا ومحتاجة بقى تتنضف تنظيفة عميقة كده، فالموضوع بصراحة بيبقى مرهق قوي في الحر ده. انما لو عملتي كده اول باول فهتحسي اصلا ان الحاجة بتتعمل بمنتهى السهولة. طبعا فرش السرير بقى اللي انا شلته كان معايا برضو كذا حاجة تانية كده محتاجة ان هي تتغسل، فدخلت بقى قلت ابدأ اغسل. بصراحة ما كانش عندي مسحوق اوتوماتيك، فقلت بقى كده اقف يعني اغسل كده على السريع، ما خدوش معايا وقت خالص خالص. وميزة الغسالات اللي هي النص دي ان انتي اصلا بتلمي الدنيا حواليكي وانتي واقفة. بس كده حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.